ازاي ساهم شهداء الاهلي ال 74 في صناعة اسطورة محمد صلاح؟ كنت تعرف ان احداث بورسعيد كانت السبب في تغيير حياة محمد صلاح؟ محمد صلاح من اهم لعيبة كرة القدم في العالم، بس ده ما كانش هيحصل لو كان كمل في الدوري المصري، لان احتراف صلاح وخروجه من مصر كان وراهم قصة كبيرة جدا، وده اللي هنعرفه معاكم. بداية مسيرة صلاح الاحترافية كانت من نادي المقاولين، خصوصا في قطاع الناشئين، لحد ما تصعد للفريق الاول. ومع اول ظهور ليه في الدوري المصري بيقدم صلاح مستوى فوق الطبيعي ومستوى قوي جدا مع المقاولين، وابتدت الانظار تتلفت ليه والعروض تنهال عليه، لكن بتحصل حاجه بتهدد مستقبله الكروي كله. احداث بورسعيد الحزينه واللي راح ضحيتها 74 مشجع من جماهير الاهلي، واللي بسببها قررت الدوله المصريه توقف نشاط الدوري بالكامل. ساعتها صلاح حس ان مسيرته انتهت كلاعب من قبل ما تبتدي. وفي فتره التوقف الدوري ده وبسبب احداث بورسعيد نظم فريق بازل السويسري مباراه وديه مع منتخب مصر، وبيشارك فيها صلاح في الشوط الثاني وبيسجل هدفين وهما اللي كانوا سبب في فوز مصر 4-3. تألق صلاح بيخلي المسؤولين في بازل يطلبوا التعاقد معاه، وده اللي كانت إدارة المقاولين رافضاه ومش حاطاه في حساباتها لأنه من أهم نجوم الفرقة. لكن توقف الدوري وما كناش عارفين هل هيرجع ولا لأ، من هنا بتقرر إدارة المقاولين إن هي تبيع صلاح، وساعتها بينطلق صلاح في رحلة الاحتراف اللي بدأت من نادي بازل السويسري ووصلت لليفربول، لغاية ما بقى من أشهر اللاعبين العالم وواحد من أهم اللاعبين في التاريخ. نجح صلاح وبقى أسطورة عالمية، لكن منساش شهداء بورسعيد ال 74 واللي من غيرهم كان هيفضل يلعب في مصر سواء في الأهلي أو الزمالك. وتكريما ليهم لعب صلاح بقميص رقم 74 لما انتقل لنادي فيورتينا الإيطالي، وده كان تخليدا لذكراهم. محمد صلاح.